هو بيشيلك يمكن يعني. يمكن هو كان مصمم يا كابتن ما شاء الله. يمكن هو كان مصمم ان هو يشيلني. جميل. فطبعا بشكره. ممكن يعني بشكر طبعا احمد عادل برضو، ما كانش باين في الصوره، وشناوي. يعني يمكن لقطه كويسه جدا جميله يعني. خليني اسالك، يعني واضح حتى مانويل جوزيه بيلعب في الجانب النفسي ده جيد. المباراه اللي فاتت كان احمد عادل هو الاحتياطي الامير، النهارده حاطط رمزي صالح. واضح ان الراجل بيدخل اللعيبه كلها في المنافسه، وايضا في حته روح الجماعه يا سيد. هو زي ما قال صديقي، يمكن الواحد انا ما شاركتش الماتش اللي فات الا 10 دقايق، بس الجهاز بيعاملك بطريقه كويسه جدا. يخليك حتى ما تقدرش تتكلم تقول انا مثلا ما لعبتش ليه او حاجه، فده برضه محبب اللعيبه كلها في الجهاز. تاني حاجه ان هو يعني مثلا ايه، هو التمرين عنده هو الفيصل بين اي لعيب والتاني. يعني اعتقد ان رمزي لما دخل اكيد هو كان ماشي كويس الاسبوع ده في التمرين، فدي اللي بتفرق لعيبه عن لعيبه. هم ما بيحبوش حد وما بيكرهوش حد. صحيح. كل واحد في بيحب النادي، وبيحب مصلحته. هي دي الميزه الحقيقه. بالدليل انه احمد، اللقطه اللي انا بشوفها لعماد متعب اللي كان المفروض يحترف من 4 ايام، والبعض قال نفسيته تعبانه، لا ده جاي وفرحان وسعيد. يعني لما ترجع لنا يا سعيد اللقطه تاني، هو بيفتح ايده لزميله وائل جمعه وابتسامته، يعني تشعر يا احمد انه عماد ده مثلا بقاله 20 سنه ما خدش بطوله، او بقاله مثلا 10 سنين ما شافش وائل جمعه. يعني شوف علاء ميهوب ضحكته ورا عامله ازاي، شوف عماد متعب. كابتن كان بجد والله، يمكن متعب كان باين عليه سعاده جدا بعد الماتش يعني. واضح. يعني كانت واضحه عليه جدا اكتر من انه كان يبقى موجود كمان يعني. فدي يا كابتن يعني كل اللعيبه كانت موجوده النهارده. اللي بره السكور كلهم كانوا موجودين، ودي حاجه كويسه برده. الماتش اللي فات نفس الموضوع. فدي بتفرق معانا كلعيبه برده، لما تحس ان اللعيبه كلها موجوده، معنى كده ان ما حدش زعلان من حاجه، وما حدش زعلان وما بيلعبش، او كل اللعيبه موجوده بشكل واحد وبشكل جماعي. فدي بتفرق معانا كتير يا كابتن. ناخد سيد. مساء الخير يا ابو السيد. سيد من البحيره. حسام البدري في احتواء، هل ده حصل فعلا ولا المنظر اللي قدامنا ده بيغني يعني؟ ما كابتن اعداء النجاح ده فاهم. ما فيش، انا شايف ما فيش، حتى لو عندنا اي مشكله بتبقى مع بعضينا احنا بنحلها. حتى لو في، انا شايف كابتن علاء مدرب ليه احترامه. طبعا ما حدش يقدر يتعدى حدوده، حتى لو كان لعيب حقق انجازات الدنيا كلها. كابتن علاء طبعا انا شايف كان نقاش بالكلام كده الموضوع وعدى. فما فيش حاجه، ما فيش حد هيتدخل ما بيننا ويسبب لنا اي مشكله. ما فيش حد هيقول اي حاجه وهيقدر يصير اي مشكله، لان احنا زي ما قلت لك يا كابتن هدفنا الاول وفي الاخر المصلحه العامه بتاعه النادي وتحقيق البطولات. هو ده كلنا بنسعى عشان كده. فهيقول بقى خناقه مع فلان، مش احنا بنرمي ظهرنا. انا بس هوريكم اللقطه دي معلش يا سعيد. مين اللي شال ابو تريكه؟ ده زميله في الفرقه يعني. احمد السيد. مين اللي بيشيل، مين اللي بيخلي يعني لو شفنا لا من الاول يا سعيد، هتلاقي الكابتن حسام البدري اللي بيحط يعني ابو تريكه على كتف زميله. يا جماعه الروح دي ما تدوروا على البطوله، هو ده يعني. مع عفوا انا بكلم كابتن سيد معوض، يقول لك رئيس النادي في التليفون ويخش الاوضه ويتكلم. بص ادي حسام البدري بيقول له شيله يا احمد يا سيد، يعني خلي الناس تفرح بيه، خلي هو يفرح هو كمان. شوف مشاعر ابو تريكه وابتسامه الرضا اللي انا بقولها على طول على وشه يا سيد. حاجات، خلي بالك الحاجات دي لما بنعيدها احنا يمكن اول مره ما بنبقاش واخدين بالنا، لكن لما بنعيدها بتاكد اللي احنا بنقوله ده يا سيد. لا هو في حب كبير بين اللعيبه وبين الجهاز طبعا يا كابتن، خاصه ابو تريكه. يعني ابو تريكه يعني تسال عليه اي حد، يعني الواحد الحمد لله من ساعه ما قابله في المنتخب او في النادي الاهلي، لا ابو تريكه يعني شرف لاي حد ان هو يلعب مع ابو تريكه، يتعامل معاه، يصاحبه. فيعني من الناس الجميله جدا صراحه. كابتن احمد صديق، الف مليون مبروك، نورتنا، وان شاء الله تكون انطلاقه للعبك اساسي غصب عن بركات في مركز الظهير الايمن.